السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في لبنان وفلسطين على الأعداء والظالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا. اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بكل عشاق النادي الأهلي. في 3 مواضيع راح أتكلم فيهم النهارده، ضروري لازم أطلع أتكلم فيهم معاكم. تمام. أول موضوع هنتكلم عن اعتذار محمد الشناوي لجماهير النادي الأهلي. تمام. والتاني موضوع هنتكلم عن موقف محمود كهربا بالنسبة إن هو اللي راح يسدد ركلة الجزاء. وآخر موضوع فيه هنتكلم عن حمدي فتحي. فضلا نسأل من الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. بخصوص محمد الشناوي واعتذار لجماهير النادي الأهلي، يعني محمد الشناوي ما كانش أصلا بيصرح لجماهير النادي الأهلي بيقول لهم إن أنا ماشي من النادي أو إن أنا هسيب النادي، فاهمني؟ ده هو كان بيوضح للجماهير خلاص أنا ماشي، يعني الجماهير بتقول له امشي امشي، يعني معنى كده مثلا عايز أقول لك ما توقفش قدامي عشان أنا متضايق. الجماهير مثلا بتقول له ما توقفش قدامي أنا متضايق، فهو بيقول له خلاص حقك عليه أنا ماشي، فاهم؟ خلاص حقك عليه انا ماشي. وهو هنا بيعتذر على لجماهير النادي الاهلي ان هو فرط في البطوله، مش فرط في البطوله لان هو ما قدرش يحصل على البطوله. تمام. وبسؤاله برضه في المداخله كان ان هو مثلا ابن النادي جاي له عقود ولا جاي له مش عارف ايه الكلام ده، قال لا انا مش هرحل الا بتصريح من النادي الاهلي، من اداره النادي الاهلي. لو هم مش عايزيني خلاص انا همشي واشوف اي نادي تاني. ده معنى كده. وبرضه قال لي يعني في التصريح ليه قال انا ابن النادي ولاخر يوم في عمري هلعب للنادي. ده محمد الشناوي يا جماعه اللي احنا برضه الصحف الاخباريه طلعت تنتهك في محمد الشناوي. فطبعا دلوقتي هيرجعوا تاني يتكلموا يقولوا محمد الشناوي رجع يعتذر ومش عارف ايه ويوضح الاسلوب. ما كان من الاول ان كنت تلم الموضوع ما حدش يتكلم فيه كتير. بس ده طبعا حال الصحافة في جميع أنحاء العالم مش في مصر بس. برضو عايز أكلمك إن محمد الشناوي اتكلم في قصة محمود كهربا. تمام. وقال والله يعني إدارة النادي ماشية بسيستم معين، ما ينفعش أي حد يخالف السيستم ده. كل واحد بيشوط ضربة الجزاء بتاعته، بس لو في لاعب تمام في لاعب مش عاوز يشوط ركلة الجزاء بتاعته، تمام، بيقول للي بعده خش انت شوت ضربة الجزاء انا مش هشوت، فاللي بعده هو اللي بيشوت. لكن مؤكد ان ركلة الجزاء ديت من كلام محمد الشناوي ان فعلا كانت ركلة جزاء بتاعت محمود كهربا، وان التوفيق ما حلفوش الحظ. وبرضه كانت ركلة جزاء عمر كمال، وكانت ركلة جزاء خالد عبد الفتاح. يعني النادي الاهلي مسؤولية ضياع البطولة مننا تقع على مارسيل كولر، ان هو ما يعرفش يختار مين اللي هيشوت. دي المسؤولية دي بتكون على عاتق مارسيل كولر. خلاص عشان بس نستبعد محمود كهربا ونستبعد عمر كمال ونستبعد خالد عبد الفتاح. انا بقول لك من مكاني هذا ان التوفيق ان الله سبحانه وتعالى هو اللي بيوفق اللاعب ان يجيب الكورة دي جول او ما يجيبهاش، فده التوفيق. اما ان قصة الاختيارات الفنية ديت بتكون راجعة للمدير الفني. عايز اكلمك برضو بخصوص محمد الشناوي. تمام. بيتكلم مع الاعلامي ابراهيم فايد، وبيتكلم بيقول له طب من جمهورك ايه اخبار البطولة مش عارف ايه والكلام دوت بطولة افريقيا. قال والله احنا بنجهز وعندنا ماتش يوم 22، ماتش مهم قدام هنلعب شباب الازداد الجزائري. تمام. ونتمنى من الله تعالى ان النادي الاهلي يتوفق في الماتش دهوت ويصعد في ترتيب المجموعه. بناء على البطوله دي هتوضح محمد الشناوي ان احنا بنجهز لبطوله تاني كاس العالم للانديه هي 2029. ده الكلام ده انا شرحته لك قبل كده سابقا في فيديوهات كتيره على القناه. يعني بدايتنا من البطوله دي هيت عشان نلعب في 2029 مش 2025، لا 2029 عشان نلعبوا في 2029 في كاس العالم للانديه. تمام. يبقى احنا بدايتنا من البطوله ديت لازم نكسب البطوله دي هيت. كهربا هيشارك مش هيشارك في افريقيا ملناش فيه، اهم حاجه ان احنا نكسب البطوله دي هيت. الاداره تتحمل المسؤوليه ان احنا ناخد بطوله افريقيا عوضا على كاس الاتحاد اللي فات. ده مطلب من الجماهير اكيد طبعا. وحتى لو ما كانش مثلا، حتى لو برضو كنا خدنا كاس التحدي برضو عايزين بطوله افريقيا، برضو عايزين بطولة أفريقيا في خاصة النسخة دي هيت لا غنى عنها، لأن النسخة دي يعني النسخة حاليا دي البداية اللي تأهلك تمام إنك أنت تاخد
انك انت تشارك في كاس العالم للانديه 2029. وصلت؟ فاحنا برضو لازم ندعم الفريق، ولازم نجهز التدعيمات بتاعتنا وما الى ذلك. عايز كلام بخصوص خبر تاني. الكابتن محمود الخطيب لما كان في قطر تمام بيحضر المباراة، راح لرئيس نادي الوكر القطري ياخد منه حمدي فتحي على سبيل الإعارة. في ناس طلعت ومن ضمنهم انا، يعني بس انا اكدت المعلومات اللي انا سمعتها، اقول لك المعلومات دي. في ناس طلعت تمام، صحفيين واعلاميين ومش عارف ايه وسوشيال ميديا بيقولوا ان النادي الاهلي ما بياخدش حد على سبيل الاعاره. ما هو طلب احمد فتحي على سبيل الاعاره 6 شهور، هيلعب مع البطوله من بدايه من 1/6، 6 شهور على سبيل الاعاره حمدي فتحي. فان شاء الله في شهر 6 1/6 هتلاقي احمد فتحي مشارك معانا في كاس العالم للانديه باذن الله تعالى. نتمنى ليه طبعا كل التوفيق، وان شاء الله باذن الله يعني يجي محمود تريزيجيه ويجي اليو ديانج ويجي محمد شريف ومش عارف ايه. ده اصلا بعيدا عن اليو ديانج، دول لعيبه محليه، بس لعيبه محليه قويه بتعرف تصنع الفارق. محمد شريف يعرف يصنع الفارق، محمود تريزيجيه بيصنع الفارق، حمدي فتحي بيصنع الفارق، محمد عبد المنعم بيصنع الفارق. كل دول هم لعيبه بتعرف تصنع الفارق. يعني لو جاء حمدي فتحي تمام وجاء اليو ديانج الاثنين، طبعا اليو ديانج دولي مش اشكال، هيجي برضه ان شاء الله على سبيل الاعاره. الاثنين دول لو مسكوا مراكز 6 و6، المركز 6 تمام، وفوقيهم امام عاشور او حمدي فتحي في مركز 8 وامام عاشور مركز 6 واليو ديانج مركز 6. خط الوسط بتاعك بسم الله ما شاء الله. واكرم توفيق رجع ظهير ايمن، انا اسف. فاهمني؟ انت مستوعب القوه بتاعت النادي الاهلي في الوقت ده. وبرضه عايزين نشوفوا اشرف داري، اشرف داري هيشارك معانا ولا مش هيشارك معانا؟ مشكله مارسيل كولر انه بيجيب اللعيبه وما بيشاركهاش. انا لعيب دولي لازم اخليه يشارك، اللعيبه الدوليه دي بتاعتي لازم تشارك. طب انا ليش اشتريتها؟ عشان اقعدها على الدكه؟ فاحنا لسه لحد دلوقتي ما عارفينش موقف اشرف داري، بس انا متاكد من الله سبحانه وتعالى ان اشرف داري عنده امكانيات كبيره. يعني خليني اقول لك اللياقه البدنيه بتاعته قويه، يعني جسمانه قوي، وانا شفت له تاكلينج قبل كده، يعني كان سريع، يعني هو بيقطع الكوره، كان سريع وخد قرار التاكلينج سريع، يعني ما تاخرش فيه. بسم الله عليه ما شاء الله. يعني انا اتوقع له ان هو لاعب مميز ولاعب ذو كفاءه كبيره يضاهي رامي ربيعه وياسر ابراهيم، بس عاوز فرصه. اشرف داري عاوز فرصه. طب الفرصه هتجيله فين؟ هتجيله في الدوري المصري؟ انا عايزينه في بطوله افريقيا، عايزينه في كاس العالم، عاوزينه في بطوله الانتر كونتيننتال ان شاء الله السنه الجايه، الموسم الجاي. فاهم؟ فاشرف داري يعني لا غنى عنه. فمارسيل كولر ان المفروض يعيد حساباته بخصوص اشرف داري. اخيرا وليس اخيرا يا جماعه، محمد الشناوي ما جالش، بس عشان اعيد على المعلومه، ما جالش انا ماشي من النادي، يعني انا اروح العب في مكان تاني. بيقول انا ماشي خلاص حقكم عليا، يعني الجماهير بتزعل، بيقول لهم خلاص حقكم عليا، انا ماشي، يعني ماشي، راح ادخل اوضه اللبس، هسيب لكم الملعب وهدخل اوضه اللبس. فهمت القصد؟ عشان محدش يطلع يتكلم يقول محمد الشناوي مش عارف ايه ومحمد الشناوي مش عارف ايه، ووضحنا الكلام ده. طيب تمام. وبرضه بخصوص كهربا، خلاص الكهربا حفلنا عليه ومش عارف ايه والكلام ده، مع انه ما كانش يعني مفيش داعي ان الواحد يعني يتكلم بخصوص تحفيل ولا الكلام ده. يعني مش عارف اقول لكم ايه والله، يعني الواحد بيطلع من شعوره اوقات وبيرجع في شعوره تاني في اوقات تاني، فغصب عننا يعني المفروض برضه كهربا ومحمد الشناوي يعذرونا واللعيبه تعذرنا. وان شاء الله نشوف موسم قوي في كاس العالم للانديه 2025، وان شاء الله ناخد بطوله افريقيا ديت 2025 برضه تمام، عشان تأهلنا ان احنا نلعب في 2029 كاس العالم للانديه، وباذن الله يعني الايام القادمه يكون احسن من كده بكتير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
فضلا وليس أمرا. اترك أي تعليق، صلى على النبي، ازيك، عامل ايه، أي حاجة هرد عليك. شكرا لكم والسلام عليكم.